يا صباح الورد والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. النهارده بقى هنعمل بقى ايه كشري في حله واحده، وبصوا حاجه كده جامده جدا جدا جدا. والدقه بقى والشطه، بصوا حاجه بقى وهم بصراحه. طبعا مش قادره اوصف لكم بقى الطعم والجمال عامل ازاي. زي ما انتم ما شايفين كده، بصوا هو بيحكي عن نفسه بصراحه، الكشري بيحكي عن نفسه. كشري الحله واحده دي بص يعني حاجه كده فاخر من الاخر، يعني سريع جدا والطعم جميل قوي بصراحة، والشطة بقى كانت وهم بصراحة. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده طبعا. ما تنسونيش بقى في لايك وكومنت حلو كده ودعوة حلوة كده من قلبكم. واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. وشيروا الفيديو بقى لحبايبكم كده واصحابكم، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. هنا معانا بقى في الطاسة زيت ماشي، وده بقى بصل هنحط عليه شوية نشا عشان خاطر يبقى ايه مقرمش، يطلع معانا مقرمش زي الكشري اللي احنا بنجيبه من بره بالظبط. طبعا الزيت ده هنعمل بيه كل حاجة في الكشري، مش هحط زيت تاني خالص. بصوا بقى هنا طبعا قلبت البصل بالنشا، طبعا هنبدأ بقى ننزله بقى ايه في الطاسة زي ما انتم ما شايفين كده. كان الزيت سخن زي ما انتم ما شايفين ماشي. هنحمر بقى البصل دوت، وهنخليه ياخد لون ذهبي حلو كده عشان يبقى ايه مقرمش. وهنا بقى معانا الحمص ده كنا نقعينه من امبارح بالليل. طبعا انا مش بحب احط عليه ميه واعمل بقى طماطم ليه والكلام ده، لا انا بحبه حمص بس للكشري. بصوا انا هنا ولعت عليه، يا دوبك هيغلي غلوتين بس. طبعا هنا بقى زي ما انتم ما شايفين كنت بقلب البصل وما شاء الله ما شاء الله مسك في بعضه بس النهاية هتبقى حلوة جدا بصراحة، وهيفك من بعضه ماشي. بص انا عمالة يعني اتحايل عليه، ابوس رجلك يا عم الحاج فك فك من بعضك بلاش كده يعني. فالمهم يعني بصوا ما تقلقوش لو مسك في بعضه كده، لما يبدأ يخش في التحمير على فكرة يا جماعة وتطلعوه من الزيت هو هيفك مع نفسه. زي ما انتم ما شايفين بصوا اللون حاجة صعبة جدا. طبعا هننزل بقى بشوية بصل تاني، طبعا الشوية دول ما ينفعونيش، لا لازم نحط تاني بقى. وكمان البصل يا جماعة ب20 جنيه، يعني بصوا اخربوا البصل اللي عندكم عشان شوية الكشري العسل دول هيطلع معاكم بصوا طعم جنين. طبعا زي ما انتم ما شايفين كده نزلت بقى ببقية البصل كله ماشي. معانا هنا بقى ايه في الحلة زي ما انتم ما شايفين مقطعة بصل جوانح، وهنا شعرية، وهنا مكرونة تحمير. تمام كده. هنيجي بقى ناخد زيت من اللي احنا محمرين فيه التقلية بتاعة الكشري. طبعا مش هنحط على فكرة، مش هحط زيت من الازازة ولا هنستهلك زيت تاني، لا هو الزيت اللي انا بقول عليه. بصوا بقى دي شوية مكرونة سباكيتي ماشي، انا بحب احطها واحمرها معاهم مع الشعرية والمكرونة الصغيرة والبصل ماشي. ادي جبنا بقى الزيت، هنرش بقى ايه شوية كده، نحط شوية حلوين كده ماشي. وهنحمر بقى ايه الحاجات دي كلها ببعضها. اول لما نبدأ ان احنا نحمر المكرونة بالشعرية بالبصل هنعمل ايه بقى، هنكون مولعين على العدس بتاعنا. طبعا هنغسله غسلة كويسة، وبعد ما نغسله ماشي هنروح ايه مولعين عليه في الحلة، وهتكون ايدينا في التقليب. طبعا كل ما تكون ايدك في التقليب هياخد لون واحد. بصوا هنا شايفين، طبعا انا بوريه لكم. طبعا هغسله واحط ميه وهبدا ان انا اولع عليه، وهكون مولعه الحله ديت ان احنا نحمر المكرونه والشعريه والبصل مع بعض. طبعا كشر الحله واحده دوت بصي طعم جنين بصراحه وحلو قوي. هنا طبعا ولعنا ايه، هنولع بقى على العدس. يعني مجرد ان احنا نحمر الحاجات دي كلها هنلاقي العدس بالميه بتاعته غليت. تمام. بصوا ايديكوا تبقى في التقليب عشان خاطر ياخد لون واحد. طبعا مش هنعمل بقى احنا 100 حله بقى، حله للمكرونه المسلوقه وحله بقى مش عارفه الايه وللشعريه ورز وحله للعدس والكلام ده كله، لا هو حله واحده بس اللي هنعمل فيها الكشري. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده لازم تكون ايديكوا في التقليب عشان ياخد لون واحد. شايفين يعني طبعا مفيش حاجه ولا محروقه
ولا حاجة لون غير اللون، كله لون واحد زي ما انتم ما شايفين كده. ماشي. كان العدس بدأ يغلي شوية، شايفين انتوا دي. طبعا هنسيب العدس بقى يغلي شوية كده، يعني يا دوبك مجرد ما يغلي غلوتين هتكون حمرنا كل الحاجات القمر دي كلها. تمام. وبعد كده هنعمل بقى، هنحط الرز. لما نحط الرز بقى هنقلب تقليبتين. بعد ما نقلب تقليبتين هنحط بقى التوابل بتاعتنا كلها. ماشي. لما ننزل بقى بالتوابل هقول لكم هنعمل بصوا بقى، حطينا هنا شويه فلفل اسود صغيرين. ماشي. وهحط شويه 7 بهارات وشويه كمون وملح، والحمد لله على كده يا جماعه، مش هنحط ازيد ولا اقل من كده. تمام. وبعد كده هنقلبهم تقلبتين، وهنروح جايين بقى دالين العدس. العدس بالميه بتاعته، طبعا انتوا غاسلينه كويس، فالعدس طبعا يعني نجيف. لما تاخدوا الميه بتاعته بالعدس عشان خاطر يبقى لونه غامق، يبقى الكشري لونه غامق ما يبقاش فاتح. بصوا زي ما انتم ما شايفين غلي كده، هننزل بيه بقى بالميه بتاعته بالعدس كله في الحله. طبعا عايزه لايكات حلوه كتير، وما تنسونيش بقى في دعوه حلوه كده، ادعوا لي دعوه حلوه كده من قلبكم، ودوسوا بقى لايكات كتير كتير كتير، وقولوا لي ايه رايكم في طبق الكشري ده. طبعا بصوا بقى هنا كده زي ما انتم ما شايفين، طبعا بنقلب، ودقت الملح بتاعها. ماشي. هنبدا بقى نحط المكرونه من فوق الوش، عشان خاطر يبقى كله في حله واحده. تمام. طبعا بقى عامله لابو علي كشري جامد. يعني هو لسه جاي هاكله النهارده الكشري، يعني هاكله كشري. ماشي. طبعا هنا بقى الزيت برضو بتاع البصل، خدنا برضو شويه. هنحط برضو حته توم مهروسه، وهنقطع فلفل حراق. حابه تحطي فلفل حطي، مش حابه خلاص براحتك. بصوا هنا كان اتشرب بقى معانا. ماشي. طبعا هتقلبوه كويس زي ما انتم ما شايفين كده، وبعد كده هنوطي عليه. طبعا المكرونه يا جماعه هتستوي معانا وهتبقى حلوه. ماشي. وهنوطي عليه بقى خالص. وبعد ما هنوطي عليه هنيجي بقى نقلب الثوم بالفلفل زي ما انتم ما شايفين كده، وهنكون طبعا ضاربين الطماطم. وهنحط بقى في كوبايه، يعني الكوبايه الصغننه قوي اللي انتي بتشربي فيها القهوه، حطي ربعها خل، يعني مش كتير. في ناس بتعمل على فكره الصلصه دي ببصل. انا ماما ربنا يديها الصحه بتعمل الصلصه دي ببصل، انا بقى بحبها بتوم. زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا ايديكم تبقى فيها لحد لما تاخد لون كده، وهنروح نازلين بالخل. وبعد كده بصوا نزلت بالخل، بعد كده بقى هننزل بالطماطم. وبعد ما هننزل بقى بالطماطم هنحط بقى التوابل بتاعتها. بصوا شايفين حاجة كده ما شاء الله عليها. طبعا هنا حطيت شوية كمون وشوية ملح، ما بحطش للصلصة حاجة تاني خالص. وهاجي بقى هحط معلقة صلصة، ده معجون طماطم، معجون صلصة جاهز يعني. المهم بقى هنيجي بقى في الطاسة الصغننة دي هنحط شوية زيت محترمين كده، برضك من زيت قلي البصل. ماشي. وهننزل بقى بشوية شطة حلوة كده. بصوا انزلوا بقى بالكمية بتاعت الشطة اللي انتوا عايزينها. طبعا بقى بصي مش قادرة اوصف لكم بقى، كحي بقى ودمعي وعطاسي بسبب الشطة دي، صعبة جدا بس كانت طعم تحفة. بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا هبدأ بقى ان انا هعلي النار عليها وهحمرها، وكحوا بقى وعيطوا بقى واعتصوا، حاجة ما شاء الله جميلة. زي ما انتم ما شايفين كده، طبعا ايديكم تبقى فيها. بصوا بدأت ان هي يعني تغلي بالزيت دي بقى عشان تطلع معاكم، يعني شفتوا الشطة الزيتي اللي احنا بنجيبها جاهزة مع الكشري؟ هي دي.
تمام. بصوا بقى بعد ما تغلي جامد قوي كده والشطه خلاص تتحمر، بصوا بقى الحته اللي جايه دي بقى ايه. العيال وقفوا جنبي وفرحانين قوي ان النار بقت شديده، يعني بسبب الطشه بتاعت الصلصه. ما يفكروش ان احنا ممكن مثلا نولع، لا. بصوا بقى، بصوا يعني حاجه ايه. بصوا شايفين ونيل البوتاجاز وحاجه بقت صعب يعني بصراحه. بصوا نزلنا طبعا بالصلصه ديت، هنحط بقى ايه، هحط لها بقى شويه ملح. تمام. وبعد كده الصلصه اللي انا حطيتها دي من الصلصه اللي انا عاملاها بتاعت الكشري. تمام. في بقى قوطه مقطعاها، هحط على القوطه ديت شويه فلفل اسود وملح. قوطه وفلفل حراق، طبعا عشان زي ايه، زي اللي احنا بنجيبها من محل الكشري يعني. بصوا بقى، هنا بقى مقطعه القوطه، حطيت بقى ايه القوطه والفلفل، حطيت شويه فلفل اسود وشويه ملح زي ما انتم ما شايفين كده. هننزل بيهم بقى ايه بالشطه الزيت طبعا، وهنقلبهم بقى مع بعض، وهتاخدوا احلى بصراحه شطه جامده. ماشي كده خلصنا طبعا ايه، خلصنا الشطه. هنشوف بقى ايه اللي بعده، هنشوف بقى الكشري استوى ولا لأ. وهنعمل الدقة. طبعا ما عملناش الدقة مع بعض، لا لازم نعملها، ما ينفعش ان احنا ما نعملش الدقة. هنا بصوا كانت الصلصة خلاص خلصت، وخلاص هطفي عليها. تمام. بصوا قوامها كده كويس يعني، ما تقلوهاش اكتر من كده يعني. وطبعا هنا كل الحمص كان استوى، هحط له بقى شوية ملح، هوريكم واحدة. بصوا طبعا سخنة قوي بصراحة، يعني انا ماسكاها بس سخنة جدا يعني، بصوا اتهرت في ايدي. فهحط له بقى شويه ملح عشان يبقى حايق، وبعد كده هصفيه بقى من الميه بتاعته. تمام. وهنا بقى الكشري بتاعنا كان استوى زي ما انتم ما شايفين كده. هوريكم المكرونه الاسباجيتي استوت ازاي. بصوا يعني الحمد لله مش معجنه ولا اي حاجه، شايفين؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وعايزه لايكات حلوه حلوه كتير 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 من احلى متابعين في الدنيا، وبحبكم كتير قوي 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 قوي. وادي الكشري بتاعنا قمر بصراحه. ويا رب وصفة اليوم تعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك. وطبعا هنا هنعمل بقى الدقة. تعالوا بقى هنا معانا ايه، حتة توم مهروسة وفلفل احمر مهروس. تمام كده. هنحط بقى شوية خل كده محترمين، وبعد كده هنحط شوية كمون وشوية ملح بس. وهنروح حاطين كبشتين صلصة من اللي احنا عاملينهم. ودي كانت الدقة بتاعتنا. وبعد كده هنفضيها في الطبق وخلاص بقى ايه، الحمد لله دي الدقة بتاعتنا. بصوا طبعا حاجة جميلة اوي. وشايفين طبعا البصل عامل ازاي، البصل طبعا مقرمش لحد اخر بصلاية، البصلاية مقرمش. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا. وما تنسونيش بقى في لايك حلو كده زيكو. واللي ما اشتركتش في القناة تخش تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. طبعا زودوها برضو شوية مية. تمام. و... وشيروا بقى الفيديو لحبايبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.